واخيرا هنعمل النهارده بلح الشام باظبط واسهل طريقه ممكن تعمليها لو بيفشل معاكي. اوعدك ان شاء الله بعد الطريقه دي ان هو هيظبط معاكي ويبقى زي الجاهز بالظبط. شارب الشربات وسوبر المشر تاني يوم، حتى كمان الرسمه بتاعته ما اتغيرتش بعد ما طلع من الزيت، مقرمش من بره، شارب الشربات بتاعه. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايكات حلوه كتير يا احلى اخوات على الفيديو بتاعنا النهارده. اول حاجه ونبدا فيها وهي الشربات عشان بنسيبه يبرد، وعلشان بلح الشام يطلع معاكي مقرمش لتاني يوم لازم يكون الشربات بتاعك تقيل. هبتدي ان انا اجيب كوبايتين من السكر، حجم الكوبايه بيكون 250 مللي او قد الكوبايه اللي هي المج العاديه بتاعه الشاي بتاعتنا. بنبتدي نحط عليها كوبايه ونص، نفس الكوبايه كوبايه ونص من الميه، معايا كمان معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. بجيب البرطمان ده من عند العطار، وعلى فكره هو مش غالي ابدا، بس هو بيبقى حلو قوي لما بتعملي بيه الحلويات الشرقيه، بيطلعها معاكي زي بتاعه بره واحلى كمان. بتبتدي ان انت تجيبيه وتحطي منه معلقه كبيره، وعلى فكره هو مش غالي زي ما قلت لكم. لو مش عندك او مش عايزه تجيبيه مفيش اي مشكله، هتبتدي ان انت تستغني عنه خالص. هحط هنا باكت من الفانيليا، وهبتدي احط نص ليمونه، وده انا حطيتها في الاخر. وهبتدي بقى ان انا ارفعه على النار بالشكل ده. بصوا انا مش بقلبه خالص، اول ما يبتدي ان هو يغلي كده ببتدي بالمعلقه بتاعتي كده، وابتدي ان انا احرك الجوانب عشان ممكن يكون فيها سكر لازق فيها، وابتدي ان انا انزلها بالشكل ده. فتبتدي ان انت تسيبيه يغلي 8 دقايق، وتبتدي ان انت بقى تشيليه. هتفضيه في حاجة تانية عشان يبرد معاكي، علشان لازم نستخدمه وهو بارد خالص. تمام كده. للعجينة بقى بتاعت بلح الشام هنبتدي ان احنا نجيب طبق ونحط فيه كوبايتين ونص من الدقيق، ونوع الدقيق معايا بيكون متعدد الاستخدامات. وطبعا عايزة افكرك تكوني نخلة الدقيق بتاعك كويس قبل ما تستخدميه. بنبتدي ان احنا نحط كوبايتين ونص، معايا كمان معلقة من النشا. والنشا هنا ما تزيدش عشان ما يحجرش معاكي كده ويبقى ناشف. هي ايوه هتديكي القرمشة الحلوة قوي لبلح الشام، بس لو كترتي منها ممكن ان هي تحجر معاكي البلح الشام وما تبقيش عارفة تاكليه، يبقى محجر كده من جواه. بس كده ببتدي بقى ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض واركنهم على جنب. هبتدي ان انا اجيب الطاسة بتاعتي واحط فيها كوباية ونص من المية، مية عادية خالص من الحنفية، ما بتكونش دافية، لا بتكون مية عادية خالص. وهبتدي ان انا احط كوباية ونص، ومعايا كمان في المكونات بتاعتي ربع كوباية من الزيت، ومعايا كمان رشة ملح دي عشان تعادل الطعم، ومعايا كمان معلقة صغيرة من السكر. ما تحاوليش ان انت تكتري برضه في السكر عشان وانت بتحمري بلح الشام ما يتحرقش معاكي. بنقلب كل المكونات كويس جدا مع بعضها، ونبتدي بقى ان احنا نرفعها على النار. اهم حاجة في الخطوة دي، اول ما يبتدي المية تغلي معاكي بتبتدي ان انت تنزلي بكمية الدقيق كلها معاكي. وفي المرحلة دي اوعي ابدا تسيبي المية تغلي اكتر من اللازم، بس بتبتدي ان هي تغلي معاكي على طول بتنزلي بالدقيق عشان المية ما تتبخرش معاكي وتنقص من مقدار المية. ببتدي بقى ان انا اقلب بالشكل ده، واحاول ان انت تستخدمي معلقة تكون قوية عشان تستحمل وانتي بتقلبي الدقيق بتاعك. واحسن حاجه تستخدمي حاجه ان ما تكونش بتلزق، والطاسه الالومنيوم بتكون مفضله قوي في الوصفه بتاعتنا. لازم كويس جدا نسوي الدقيق بتاعي. ببتدي ان انا يعني اضغط عليه بالشكل ده لغايه كل حبايه الدقيق ما تختفي معايا. بصوا تكون عجينه بالشكل ده على طول بقى. خلاص كده بنبتدي بقى ان احنا نجيب صينيه معانا او حاجه كده تكون واسعه، ونبتدي ان احنا نفضي فيها العجينه بتاعتنا، ونبتدي ان احنا نطلع منها البخار بالشكل ده. تمام كده. بصوا خلاص كده انا هسيبها لغايه اما تقريبا تكون ساقعه معايا. تمسكي العجينه بعد كده بتكون ساقعه، ما تكونش حتى لا هي دافيه. عارفين لو انت حطيت البيض عليها وهي دافيه، ده اللي بيخلي ريحه البلح الشام بتاعك وانت بتاكليه بيكون زفر. تمام كده. لا فانت خدي بالك ان انت لازم العجينه تكون ساقعه معاكي، لا هي حتى دافيه ولا هي سخنه، لازم تكون ساقعه معاكي بالشكل ده. هبتدي ان انا اعجن فيها بس كده مده ثواني، وهبتدي بقى ان انا احط البيض بتاعي واحده بواحده. انا هنا استخدمت في الكميه دي كوبايتين ونص من الدقيق، حطيت عليهم اربع بيضات. البيض يفضل بيكون حجمه كبير عشان يطلع معاكي العجينه مظبوطه. ببتدي ان انا احط اول بيضه واحط عليها الفانيليا. طبعا احنا حطينا بيض يعني لازم تحطي فانيليا عشان ريحه الزفاره بتاعت البيض. هتبتدي ان انت ايه تدخلي اول بيضه كده في قلب العجينه بتاعتك. بعد ما دخلنا اول بيضه كده بنبتدي ان احنا نحط تاني بيضه.
على فكرة حجم البيض بتاعي كان صغير، بس كل ما كان البيض بتاعك حجمه كبير كان افضل على كمية الدقيق بتاعتنا. احنا حاطين كمية دقيق كوبايتين ونص، يبقى هياخدوا معاكي 4 بيضات كبار. تمام كده. هنبتدي ان احنا ندخل بيضة بيضة بالشكل ده، ما تحطهمش كلهم مرة واحدة. ممكن ان هم يعوزوا معاكي مثلا 3 بيضات ونص، ممكن يعوزوا معاكي 4 بيضات ونص، على حسب نوع الدقيق وشربه للبيض بتاعك. تمام كده. هوريكم قوام العجينة في الاخر بتبقى عاملة ازاي. انا حطيت هنا 3 بيضة، وهبتدي ان انا احط كمان كيس من الفانيليا. الفانيليا على حسب رغبتك، عايزة تحطي فانيليا بودر، عايزة تحطي فانيليا سايلة، براحتك خالص. هبتدي دي اخر بيضة انا حطيتها اهو، دي رابع بيضة. وعايزة اقول لكم لو العجينة معاكي لسه بتكون يعني محتاجة ان هي تحط لها بيض تاني، فانتي هتحطي زي كمان نص بيضة، يعني مش هتحطي البيضة كاملة. تمام كده. بصي العجينة بتكون كده بتلزق في ايدك عشان تبقى طرية، وكمان تنزل من الكيس بتاعك، تكون سهلة على ايدك، ما تكونش ناشفة. انا القمع ده اللي انا مستخدمة رقم 8، بيكون بالشكل ده، بيكون مخصص لبلح الشام. هو ده رقم 8. تمام كده. هبتدي ان انا اجيب كيس الحلواني بتاعي، وهبتدي بصوا الكيس ده لو هتشتريه يبقى تشتري النوع ده، تشتريه من بره قماش ومن جوه بيكون مشمع، يعني عشان من جوه ما يكونش كله قماش من بره ومن جوه، عشان خاطر ما يشربش معاكي. لو انت عامله مثلا بسكوت بيدوفور ما يشربش السمنه بتاعته، ابتدي ان هو ينشف معاكي في الفرن. خدي بالك من حاجه زي كده وانت بتشتري الكيس الحلواني ده. هتبتدي بقى ان انت تحطي فيه القمع بتاعك، وهنحط بقى العجينه بتاعتنا. العجينه بتكون خدي بالك ان هي بتكون طرية بالشكل ده، ما تكونش ناشفة معاكي، على حسب بقى. هي هتاخد منك كام بيضة، يعني البيض بتاعنا ما بيكونش محدد في وصفة بلح الشام دي. تمام كده. بس هي اخدت معايا 4 بيضات. هبتدي بقى ان انا احط نص العجين بتاعي، وعلى طول بحضر الزيت، وهبتدي بقى ان انا انزل كده ببلح الشام. شايفين شكله بيكون كده. بصوا بيكون طبعا معايا مقص، عشان خاطر كل ما انزل واحدة كده اجي اقصها، عشان يبقى معاكي متساوي ومظبوط وزي بتاع بره بالظبط. بصي امسحي امسحي المقص بتاعك كده، حرف بتاعه بحبة من الزيت، وبعد كده تنزليه في الزيت بتاعك. عايزة اقول لكم بقى على حجم البلح الشام، بيكون الحجم ده حلو، او عايزة تطولي عن كده، عايزة تصغري عن كده براحتك خالص، يعني مش مطالب منك حجم معين، اللي انت حباه. عايزة اقولك كمان لازم الزيت بيكون كده مش على النار، لا لازم الزيت كده بيكون بارد خالص. احنا لسه ما حطيناهوش على النار، شايفين انا بشكل وانا لسه ما حطيتوش على النار. الخطوه دي مهمه قوي، لو انت عملتيه على النار بيستوي معاكي وبيدي لون من بره وما بيستويش من جوه، بيتحرق من بره كده وبيعطي لون بسرعه قبل ما يستوي من جوه. فانت لازم تحطي كده تشكلي قبل ما تحطيه على النار. بتبتدي بقى ان انت ترفعيه على النار بالشكل ده، والنار بتكون هاديه خالص معاكي، عشان زي ما قلت لكم ما ياخدش لون بسرعه وما يكونش استوى من جواه ويطلع معاكي ني. شايفين هو اصلا بصوا بيتقلب لوحده كده، وابتدي ان هو يطلع على سطح الزيت بتاعك. بقول لكم هنا ان انت ما تبتديش، ما تحركوهوش خالص وهو لسه طري كده. لما يشد معاكي ويبتدي ان هو يبقى ناشف كده، تبتدي ان انت تحركيه وتقلبيه براحتك خالص. بس في الاول كده ما تحركوهوش، عشان طبعا بيكون لسه ما شدش معانا وبيكون طري، وما تبوظيش الشكل بتاعه او الرسمه بتاعته ما تبصي معاكي. وهتبتدي بقى عادي بعد كده يشد معاكي وتقلبيه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وتفضلي على نار هاديه نفس النظام. اوعي تعلي النار عشان خاطر ياخد معاكي لون حلو كده، لون ذهبي من كل الاتجاهات، ما ياخدش لون من ناحيه والناحيه التانية تكون ما خدتش اللون الكويس معاكي. تبتدي بس يكون اللون بتاعه ذهبي، وتبتدي ان انت تخرجيه بعد كده. بلح الشام بتاعنا ما بتحطلوش في العجينة بودر نهائي، عشان ده اللي بيخليه يبوظ معاكي في الزيت ويفرش خالص ويفتح معاكي وما يديش معاكي الشكل المظبوط ده. بس كده ببتدي ان انا احركه كده في كل الاتجاهات لغايه ما يعطي اللون الذهبي معايا. وبعد كده بكون خلاص احنا عملنا الشربات بتاعنا في الاول ويكون بارد خالص، وتبتدي بقى ان انت تخرجيه على طول على الشربات. شايفين ده اللون المناسب للبلح الشام، بيكون لونه ذهبي وتحفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
على طول بقى من الزيت للشربات على طول، والشربات طبعًا بيكون تقيل معاكِ عشان خاطر ده اللي بيخلّي بلح الشام بتاعنا لتاني يوم بيكون مقرمش معاكِ ما بيطراش. بُصّوا هاورّيكم الشربات قوامه عامل إزاي، قوام الشربات بيكون تقيل بالشكل ده. ما تنسيش تحطّي نُص عصرة ليمونة علشان ما يسكّرش معاكِ. بتبتدي بقى إن أنتِ تحطّي كل كمية بلح الشام بتاعتِك، بس يا ريت تكوني مفضية الشربات هنا في حاجة واسعة عشان خاطر يشرب معاكِ كويس الشربات. بصّوا إن كانت الطبق ده يعني صغير، فحطيته كده في حاجة واسعة عشان إيه، يشرب الشربات معايا كويس جدًا. وقلّبيه بالشكل ده، وابتدي بقى إن أنتِ تسيبيه دقيقتين معاكِ عشان يشرب الشربات. لو عايزاه يعني يشرب شربات خفيف، بتشيليه دقيقة واحدة كده وبتشيليه عشان ما يشربش الشربات زيادة عن اللزوم. لو أنتِ بتحبي الحاجة خفيفة في السكر، بتسيبيه على مصفى بقى يصفّي خالص الشربات الزيادة. في ملحوظة بقى مهمة عايزة أقول لكم عليها، لمّا تخلّصي أول طاسة كده من البلح الشام، بتسيبي الزيت بعد كده يبرد تمامًا. الزيت طبعًا بيكون سخن معاكِ، لأ لازم تسيبي الزيت لمّا يبرد تمامًا، وبعدين تبتدي إن أنتِ تحطّي بقية كمية بلح الشام بتاعتِك، بس الزيت يكون بارد وتبتدي بقى إن أنتِ إيه، تسوّيه عادي خالص. شايفين الشكل ما شاء الله والرسمة زي ما هي. عايزة أقول لكم المقادير إن شاء الله هاسيبها لكم في صندوق الوصف، عشان تطلع معاكِ البلح الشام مضبوط والرسمة بتاعته زي ما هي ما شاء الله كده، وشارب الشربات ومقرمش من برّه وتحفة من جوّه. يا رب يكون عجبكم. ما تبخلوش عليَّ يا بنات باللايكات الحلوة بتاعتكم عشان بجد بتشجعني إن أنا أنزّل لكم فيديوهات تانية، واشتركوا في القناة عشان لو مش مشتركين مش هتشوفوا فيديوهاتي كل مرة أنا بانزّلها مش هتوصل لكم. بس أنتم اشتركوا كده وفعّلوا زر الجرس. شايفين الرسمة بتاعته ما شاء الله تحفة إزاي، واخد اللون الدهبي من كل حتة، وشارب الشربات. شايفين شارب الشربات إزاي؟ شايفين مقرمش إزاي؟ ما شاء الله حاجة كده بجد تحفة. وعلى حسب ذوقِك بقى، لو عايزة تسيبيه يشرب شربات أكتر، ولو عايزة تسيبيه يشرب شربات بسيط. أنا بُصّوا كده باحب الحاجة تكون مش مسكّرة أوي عشان أعرف آكل منها، يعني إيه، نِفسي ما تجزعش منها من أول مرّة. أنا بس حاجة بسيطة كده في الشربات وباطلّعه. شايفين شكله عامل إزاي؟ بجد تحفة. يا رب يكون عجبكم، ما تبخلوش عليَّ بلايكات حلوة كتير على الفيديو بتاعنا النهارده، وشيّروه مع أصحابكم، واشتركوا في القناة. واشوفكم تاني على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.